قابيل طلبنا منه انه اعطينا حق، شوي حريه، اعطينا شوي نقدر نعيش فيه نتنفس. يعني سجن مكتوم على انفاسنا 40 سنه. أنا اسمي عبد الواحد وحود، ملقب بأبو ساير، من قرية خربة الجوز، تابعة لمنطقة جسر الشغور، مجاورة لحدود تركيا. ونحن وقت اللي دخل الجيش على قرية خربة الجوز ادخلنا على القرى التركية. ادخلنا القرى التركية هي أهالينا. أنا بحس بنفسي وقت اللي فت على تركيا ما حسيت بنفسي إنه أنا مواطن سوري أو أنا إنسان غريب. حسيت بنفسي إنه أنا واحد من الشعب التركي، لأنه من قبل كان نفوسنا نحن تابع بتركيا لمحافظة انطاكية وهي لضاغ. وقت اللي انحط الحدود الوالد المرحوم نقل نفوسه على سوريا. هون بالضيق قرية قرنطش
أنا في إخوالي، في خالاتي، في أولاد عم أبوي، أولاد عم أمي، في قرية كوتشي، بنشرين أهلي قرايبيني اللي من دمي ومن لحمي. يعني أنا عايش معهم، يعني إنه حاسس مثل زبيتي، يعني ما إنه أنا غريب عنهم. نحن ما عندنا فرق إنه هذا سوري أو هذا تركي، نحن ما بنفكر بهالأمور نهائيا، لأنه نحن عايشين خلقنا على هالحدود هذه، فما بنحس انه نحن غريبين على الشعب التركي او على الضياع التركي. نحن بنحس واحد من الشعب التركي، واحد من هالناس هاي، ما أن غريبين عن تركيا نهائيا، نحن واحد منهم. بدت المظاهرات عني بسوريا ب 15 آذار، وامتدت بدرعا وسوق الحميدي، وقام جهاز الأمن بمحافظة درعا بتعذيب الأطفال، بقلع أظافيرهم وتعذيبهم عن طريق الكهرباء والضرب والأمور هاي. وانتشرت بسوريا هالمظاهرات، وطالب الشعب بأثناءها أنه بحقوق له مشروعة، يعني بحرية، بأمور وظائف، بأمور معيشة، طالب السلطة. وقامت هالثورة على بناء على هالشيء هذا، أنه طلب حرية ومحرية ومعيشة. هدم دولة، هدم شعب، غابات، حيوانات، إنسان، ما ترك شيء وما فعله بشار الأسد. واحد مثل بشار الأسد اللي عم يعبي الطيران والبراميل المفجرات وبينزله فوق الحريم والأطفال، بيجي مقابيل حرية ومقابيل لقمة أكل، بيعبي براميل مفجرات وبيجي بينزله على روسنا. هذا أي رئيس أي دولة بالعالم، أي شعب بالعالم بيوجه لشعوب العالم بكاملة، مين بيقبلوا رئيس يحكمه؟ بشار الأسد ما هو من طائفة علوية، في من جميع الطوائف اللي موجودة بضمن هالنظام، في من السني، في من العلوي، في من الدرزي، في من المسيحي، في من جميع الطوائف اللي موجودة على تراب دولة سوريا بهالنظام هذا. نحن ضد نظام بشار الأسد، لا ضد طائفي ولا ضد أي مخلوق، إلا ضد نظام بشار الأسد ودولة بشار الأسد. كانت الطائفة السنية والعلوي إلا الدرزي إلا المسيحي إلا أي طائفة موجودة، نحن عايشين مع بعضنا أهل وأخوة، منعيش على طبق واحد، على معلقة وحدة. نحن ما ضد الأمر العنصري، هو بشار الأسد هو اللي زرع الفتنة بين الشعوب وبين الطوائف في سوريا. النظام أي شعب بالعالم بيقبله يكون رئيس عليه. نحن صاحبين حق شعب السوري، نحن ما حكينا عن طيبنا، نحن ما قمنا ثورة عن طيبنا، قمنا من ظلمنا، قمنا من تعتيرنا، قمنا من تشحيرنا. نحن متابعين وقادمين إن شاء الله لنزول هالدولة هالمجرمة هاللي قامت بتدمير دولة كاملة كرمال بشار الأسد وأبواقه وكم حشرة جرثومة مثل أمثال بشار الأسد. أنا هلا بيرك بقرية كوتشي التركية. هاي قرية كوتشي أنا بحسها إنه هني أهلي وناسي
وما بحس انه انا غريب عنهم او هن غريبين عني، لانه اول شغله في قربه بين بعضنا، وثاني شغله نحن جيران بحب بعضنا البعض. بارك هون وبتأمن وبناشد وبحب ايد اي مسؤول تركي انه يساعدني، يتركني في الضيعه ابرك، مقابيل مسقط راسي، مقابيل ارض اللي ربتني، مقابيل بيت اللي رباني وانشأت فيه، ما يحرمني نظرته. لما بعين هيك على بشوف نظره من بيتي ومن ارضي، هسه بحس حالي انه انا عايش ببيتي. يعني قاموا بحرق منازلي، وعندي مزرعة كنت عايش منها أنا وأطفالي، قاموا بقطع الأشجار المثمرة، أشجار خوخ وزيتون وتفاح ومن الأمور هاي، وحرقوا لي منزلين بأدوات اللي فيها. هذا بيتي اللي مركز فيه هلا جيش بشار الاسد وشبيحته. يعني جينا لجأنا لهالمناطق هاي، فزع على ارواحنا، فزع على اطفالنا، فزع على كرامتنا من المجرم بشار الاسد واعوانه. بشار الاسد ما سلم منه الغابات هاي كلها حرقها. هاي الغابات بيتمتع فيها كل مخلوق، هاي الغابة الشجرة بتوحد الله سبحانه وتعالى، قام بحرقها. ما سلم شيء موجود على الأرض السورية من جرائم بشار الأسد. أنا بوجه هذا الشيء للدول اللي عم تأيد بشار الأسد. إيش عم تأيدوا؟ ليش عم تشجعوا على قتل الأطفال؟ على تعديل كرامة العروض، على هدم المقدسات الدينية لجميع الطوائف اللي دمرها كانت على الأرض السورية. بسألهم سؤال، شو الجريمة اللي بقت ما فعلها بشار الأسد على الأرض السورية؟ لو كان من تل أبيب ما فعل اللي فعله بشار الأسد على الأرض السورية، وما فعله. أشو بقى؟ ما بقي شيء وما فعله. دمر دولة، هد شعب، هد أمي، هد أطفال، حرق قلبنا. الله يحرق قلبه لقلب أمه، لقلب عائلته. أسوينا له لبشار الأسد. اللي شفته، طلعت من بيتي احترق جوفي احترق، لأنه ما استوعيت البس حذائي في اجري وجيت لهوني. الإنسان بيكون عزيز في وطنه، جينا لهوني يعني التزمنا. ما في أصعب من الهجرة يا أبو يوسف.
كنيتي مصطفى علي الشيخ، القرية طعومة. اشتغل بالأرض بأرضي، هذا كان عملي أنا. بعدين انتقلت من الأرض، صرت أدرس، صرت إمام جامع. بعد ما انتهيت من الجامعة رجعت للأرض مرة ثانية. الأحداث اللي صارت عنا، طلب الشعب الحرية من شدة الظلم والحقوق اللي مهضومة. حينما طلب الشعب وقاموا مظاهرة إنه نحن بدنا حرية. الحرية ما قبل رئيسنا، استبكت، صار يضرب بالرصاص، ينزلوا على الشارع يضربهم بالرصاص. وازدادت الأمور. ازدادت الأمور، قام بالطائرات وبالقذائف وبالصواريخ. هالناس اللي بهالقرية هاربوا. الهجرة صعبة، وتركت البيت طلعت البيوت فتح، وطلعت من هون حتى أنقذ روحي من الموت. هذا الشيء اللي وقع معي. النتيجة لما ازدادت الأحوال وكل ما صار بدل ما يروح 10 قتلى صارت في الميات، ومنتظر نصر الله والفتح. هذا الشيء المنتظر. قلنا بلكي بتهدى الأمور وجمعية الأمم بتهدي هالأمور وبنرجع لوطننا. وهالشيء كل ما له ازداد، ما بين شيء يعني من أبواب الخير. يا هيك نضل الحكم، ما بقى لنا رجعة سوريا نهائيا. ونزل الحكم بدنا نرجع لوطننا، نرجع على الذبح، نندبح والقذائف تنزل علينا والصواريخ وتتهدم بيوتنا على راسنا. ما هذا شيء مستحيل. ساعة اللي المصروف كبير وما لنا قدرة، عائلتي مع ربو وأنا معي وجع قلب وتضخم بالكبد، وقمت هربت وجيت لهوني. في عندي جماعات مثلا أقربائي. أنا هلق بكوتشي، نحن 4 عائلات باركين في بيت صغير، العدد بيطلع عن 24 نفس 27 نفس ببيت صغير. أهل الضيعة طيبين وعلى راسي. أهل الضيعة ما بقى في أطيب من هيك. جماعة مثل ما بيقول الإسلام، قالوا حنانية الإسلام. وبعدين جماعة كل إنسان عمل جهده، ما فيني أنكر هالضيعة أبداً. بيكفي ولو ما عملوا شيء إلا أبونا، هذا ألف شكر له. بعدين الجماعة الله يكثر من أمثالهم الجميع، والله يدعمونا بالخضار، والله وكل إمكانياتهم اللي يستطيعوا عليها ما قصروا معنا نهائياً. وجيت لهوني هلق منتظرين على اساس الله سبحانه وتعالى ييسر علينا على الخيام تيكون هدت الامور في سوريا. بعد اللي صرت فيها الوجع ما بقى عندي شغل الا عباده الله، من بيتي للجامع ومن الجامع للبيت. أقول على المسلمين الله يأيد المسلمين بالنصر وبالتأييد، ويرفع عننا ويبعد عننا الظالمين، ويجعلنا انه نرجع الى بلدنا سالمين غانمين. هذا اللي بطلبه من الله.
شو بنسوي؟ مرادنا نرجع سوريا. سوريا صارت خراب، كلها بيوت دمرت وعالم متشتتة، حياة إن الله. نحنا كنا بسوريا عايشين وين الله علينا، ولا اجا صار القصف وجينا وبدنا ننسحب على العسكري. ما بدنا ننسحب مشان ما نقتل اخواتنا. جينا من هوليك لهون والقصف في ضيعتنا مشتغل، ما في، صار سوريا كلها خراب خراب، حرايق مليان، يدبح العالم ما بيخلى حدا. وجينا من سوريا بدنا نعيش، وأساس بدنا نعيش قبل الأحداث حياة كيسي. ما شفنا حياة، مش صارت الثورة صارت حياتنا كلها زفت بزفت وهيك يعني. والأمن صار يدبح بهالعالم، بفرنجي ما خلوا حدا، بكل الدنيا بدرعا باللاذقية اغتصبوا بنات ونسوان. وبحمص ما خلوا حدا، بنت عمرها 14 سنة اغتصبوها. باللاذقية بنت عمرها 12 سنة اغتصبوها، قتلوا أمها وأبوها، وبعدين اغتصبوها وسووا فيها العمايل. فاتوا عليها بيجي 10 شباب اغتصبوها من الأمن. بمرعان 7 زلم عمره الواحد 50-60 سنة دبحوه اندبح. بكفرنجي كمان شاب دبحوه ما في شي، ومبارحة كمان يدبحوا جو الشباب بكفرنجي. وهاي الحياة هيك من القضية يعني. شو بدنا نشتغل؟ جينا على تركيا، حمدنا الله وشكرنا على العيشة.
انا عسكري انهزمت من الجيش وكانوا لانه انا خايف على المدنيين مشان ما نقوسون ونضربون ونهذا نهينهم، حرام لانه هدول كلهم مثل اخواتنا. اجينا لهون على تركيا، الحمد لله هون تركيا الحمد لله شايلتنا والحمد لله احسن من سوريا، احسن ما نموت بسوريا، هون احسن لنا نحن. بعدين نحن شفنا بالجيش عم يقوس العالم والمدني وهالدنيا، نحن خفنا وصرنا نبكي على العالم لانه ليش عم يقوسه؟ لانه المدني مثل يعني الجيش مثل المدني، هو مدني بس هو ليش ما عم ينشك ما بنعرف، ليش هيك صار فينا ما بنعرف نحن. بعدين نحن جينا على تركيا والحمد لله امبارح هيك قتلوا عنا جوز شباب من عنا مضيعه، ماتوا قوسون الجيش، كانوا رايحين بالليل لعند شباب اني رايحين اللي قوسون الجيش موتوهم. ما عم يخلي شيء بالشغل الاسد، كله عم يحرق الجبال والدنيا، ما عم يخلي شيء وعم يسوي شيء بعمره ما صار. هذا ما بصير الحكي. وايش بدنا نسوي؟ نحن منا حري ونقولوا ايه ونقولوا لا، منا حري. انهزمنا من الضيعة مشان القصف، ما عرفنا كيف طلعنا من الضيعة القصف والدنيا كلها شغالة، الأمن حاوط كل الضيعة لحتى انهزمنا وطلعنا، حاوطنا من كل الحليات، ساعة اللي طلعنا صار يرش علينا، يعني ما حمدنا الله اللي وصلنا لهون. البقر والحيوانات كلهم صار يقوسون يصفون هيك مثل بني ادمين ويرشون هيك رش بالرشاشات وبالقواذف يرشهم، نحن شفناهم بعيوننا. وبعدين اجوا مثلا في مثلا هذا يرشوهم ما يخلوا شيء، لكن المدنيين عم يرشون عم يذبحوهم، ما عم يخلوا شيء بالمدنيين، مين ما شافه عم يقوسوا عم ياخذوه على السجن. هلا بالقسطل القصف مشتغل بالصواريخ، قصف شغال. امبارح الطيران طالع من فوق القسطل وزيت برميل متفجرات نزل على القسطل، هدي بيجي 20 بيت. المدني بيجي 20 زلمه ماتوا فيها. منها العرب تحرك بقى لحتى نعرف شو بدنا نرجع ولا ما نرجع، بنعرف يا بنفقد الامل من سوريا يا اما بنرجع اجباري عن بشار الاسد وعن عصاباته. باذن الله نحن ما مطولين من هون لعيد الاضحى بنرجع على سوريا ويكون سقط العرصه بنرتاح منه.